حبايبي الغاليين على قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. عايزين نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام قبل ما نبتدي الوصفة. طبعا زي ما انتم شايفين كده الجو حر في المطبخ. قعدت بره كده عند البلكونة في الطراوة انضف الخضار، ارطف الملوخية، اعمل الحاجات اللي انا احضرها، اللي انا هعمل بيها الوصفات بتاعتي النهاردة. عايزة اعمل كده كام وصفة فيها متسبك وفي كده اكل كده صحي، للي تعبان من المتسبك هياكل من الاكل اللي ما فيهوش تسبيك ومعمول ني في ني وطعمه روعه. تابعوا معايا الفيديو للاخر، هتلاقي تريكات حلوه هتعجبك وخدي منه فكره وان شاء الله هيعجبك. بس ما تنسيش قبل ما تتفرجي على الفيديو، ما تنسيش تحطي لايك عشان انتي بتنسي. انا غسلت الخضار ونقعته في ميه وحطيت عليه خل، وجبت حله سميت الله، وبعد ما سخنت كده اديت اللحمه صدمه. يعني نزلت باللحمه في الحله واديتها صدمه. تمام. هتنزلي بكل كميه اللحمه اللي انتي هتعمليها، هتديها صدمه في الحله وهتسيبيها كده لحد ما تتشوح. اهم حاجه تكون النار عاليه. حله تاني انا حاطه فيها ميه وهسلق فيها لحمه. طبعا انا هسلق النهارده اللحمه في ميه بارده مش هشوحها. جربي الطريقه دي هتعجبك قوي. برضو في الناحيه التانية برضو بتابع اللحمه اللي انا بشوحها، ومن وقت للتاني انا يعني بقلبها. طبعا في وصفة انا عايزة فيها البصل ناعم. طبعا انت بقى لو انت عندك كبة اضربيها في الكبة، عايزة تخرطيه على ايدك برضو انت يعني فاهمة. والوصفة دي مش محتاجة حد، يعني ما فيهاش افتكاسات. طبعا انت اول حاجة هتضربي البصل في الكبة زي ما قلنا، او هتخرطيه او هتبشريه بالمبشرة. اوعي تنسي تحطي لي لايك وتحطي لي كومنت حلو، وان شاء الله كده. يعني انا محتاجة بجد دعمكم. عايزة دايما احس ان انتوا يعني موجودين معايا، ويعني ادوني كده زقة كده، ان انا احس ان انا يعني حد كده متابعني، حد بيتكلم معايا. مش حاسة يعني الصراحة، حاسة ان انا بكلم نفسي فياريت تفهموني في حد موجود معايا ولا لأ. طبعا انا زي ما انتوا شايفين كده، انا بعد ما ضربت البصل ونزلت فيه كده في الحله اللي فيها سمنه، حطيت فيها حته زبده جنب اللحمه كده، جبتها على جنب وحطيت حته زبده، وحطيت البصل وقلت يتحمروا مع بعض. وخدت الطماطم حوالي عن كيلو طماطم برضو ضربتهم في الكبه. طبعا انا قلت لك يعني لو انت عايزه البصل تضربيه في الكبه او تبشريه بالمبشره او تخرطيه على حسب ما تحبي. برضو الطماطم يعني انا عشان عملت في الكبة عملت كله مع بعض في الكبة. ممكن تقدري ان انتي برضو تضربي الطماطم في الخلاط. حمرنا كده البصلة وحمرنا شوحنا اللحمة، وبصيت كده على الحلة اللي فيها الشوربة. هحاول بقى ان انا اتخلص من الريم كده اللي على الوش زي ما انتوا شايفين. وهخرج الريم، وبعد كده بقى هتحطي الاضافات بتاعتك، البصل والفلفل الاسمر والورق اللوري والحبهان والمستكه وكل اللي انت بتحبي تحطيه في الشوربه بتاعتك، ووطي عليها. ما تسيبيش النار عاليه عشان ما تشدش معاكي. كل ما توطي يعني النار بعد ما اللحمه تغلي كده لمده نص ساعه، وتسيبيها كده على نار واطيه وتسيبيها كده براحتها، كل ما هتديكي لحمه كده مستويه وطعمها حلو قوي. انا عايزه اقول لكم انا منتجت الفيديو ده كذا مره بسبب صوت الكلاب. والكلاب مصره برضو انها لازم، يعني بحس ان هما بيعندوني الصراحه. طبعا الوصفه التانية بقى اللي هي محتاجه لها بقى الخضار ان هو يتقطع زي ما انتم شايفين كده لانصاف كده. الوصفه دي محتاجه لها جزر وكوسه وبطاطس وفاصوليا وبسله، بس انا للاسف ما لقيتش بسله. لقيت جزر وكوسه وبطاطس وفاصوليا. تمام. وهنحتاج لها برضو بصل وطماطم. طبعا وقفت كده عشان انا برضو بتابع اللي ورايا على البوتاجاز، قلت يعني اقطع كده الخضار وانا واقفه على بال ما ما البصله تتحمر واتابعها عشان ما سيبهاش تتحرق مني. البصله اتحمرت ونزلت عليها بكيلو الطماطم اللي انا ضربته معاكم في الكبه. هنديها كده تقليبه. اهم حاجه ما تحرقيش البصله وما تحمرهاش قوي عشان ما تمرش، يا دوبك البصله تاخد اللون الذهبي. تمام. هنا بقى هنحط معلقة سكر، مش هنحط ملح عشان اللحمة تستوي. والحاجة التانية السكر عشان الحموضة بتاعة الطماطم. طبعا انا بقى زي ما انتوا شايفين قطعت الجزر.
انا جايبه من كل حاجه نص كيلو، نص كيلو جزر، نص كيلو بطاطس، نص كيلو طماطم، لا نص كيلو جزر، نص كيلو إيه كوسه، ونص كيلو فاصوليا، ونص بطاطس، يعني بطاطس وفاصوليا وجزر وكوسه، صح كده. المهم ان هما ايه ناقصين البسله، ما لقيتش بسله، فاكتفيت ايه يعني اللي انا لقيته الانواع دي. طبعا انا بقى ايه هطلعه كده من الميه، وهحطه كده في بوله واحده، واخده كده خرطه بره، اريح رجلي شويه كده. انا خرطته ودخلت جوه، ودي البصلتين اللي انا هحتاجهم. هاخد بقى البصلتين دول هقطعهم جوليين. عايزه اقول لكم ان انا ايه تعبت قوي النهارده في الوصفه دي، طول النهار بصور طبعا يعني. الفيديو بينزل لكم ممكن ربع ساعه، ممكن 10 دقايق، بس صدقوني والله ممكن نقعد يوم بحاله بنصور فيه. انا بصور في الفيديو ده من الساعه 3، ودلوقتي حوالي الساعه دلوقتي 5:30 الفجر. لما عملت الاكل واكلتهم وقعدت بقى منتج الفيديو كده، ولحد دلوقتي الساعة 5:30 الفجر، عبال ما ينزلكوا بقى. ممكن ينزلكوا على الساعة 10 الصبح، ولا على الظهر كده تقريبا. يعني الواحد بيتعب، ويا رب كده التعب ده يكون بنتيجة، ويكون في ميزان الحسنات، وينفع بيه المسلمين يا رب العالمين. طبعا انا قطعت بصلتين كده برضو تقريبا يعني بوزن نص كيلو، قطعتهم جوليان وحطيت عليهم ملح وفلفل اسمر، ودعكتهم كويس قوي، ومعايا قرنين فلفل كده سبايسي. قطعتهم، وده على حسب الرغبة، تقدري تحطي فلفل مش حراق. والطماطم كده نضفتها وهاخدها اصفي منها المية، وهنضفها واحطها كده مع البصل عشان اقطع الطماطم. الوصفة دي عايزة الطماطم متقطعة حلقات زي ما انت حابة، براحتك خالص، بس المهم ان هي مش بتتضرب في الخلاط، بتتخرط كده اي تخريط بقى انت حباه، حلقات او مكعبات زي ما انت حابة. والطماطم ما بتكونش كتير، يعني ممكن من كيلو الا ربع، يعني من نص كيلو لكيلو الا ربع طماطم، على وزن من كل حاجة من نوع الخضار نص كيلو: جزر، كوسة، بطاطس، بسلة، فاصوليا. تمام. حطيت ملح وفلفل اسمر طبعا زي ما قلت لكم كده، وجبت الفخاره بتاعتي ودهنتها زبده. الوصفه دي جميله قوي، وبجد يعني الناس اللي يعني دي في ناس بتحب الاكله دي قوي، بتبقى مزاجها عندهم وهويه. انا حطيت كده في الارضيه بتاعه الفخاره زبده، وحطيت عليها رق لحمه انا مقطعاها قطع صغيره على قد كده ايه المعلقه، ورشيت عليه ملح وفلفل اسمر، وحطيت عليه شويه خضار. وكل ما بحط بكبس، يعني انت فاهمه، تحطي اللحمه وعليها الطماطم والبصل، بعد كده الخضار، وتكبسي. وبعد كده تحطي برضو تاني رق لحمه، وترشي ملح وفلفل اسمر، بس تاخدي بالك من الملح. وكبسي، اهم حاجه تكبسي كويس قوي، وتحطي فوقيهم تاني بصل وطماطم. تمام. وخضار، وناخده كده ايه بالترتيب زي ما بدأنا، بنخلص تمام لحد ما بتخلصي الكمية اللي عندك. واهم حاجة اللحمة تكون متقطعة قطع صغيرة، وتكون عكس الأنسجة عشان تستوي معاكي. ماشي. وفي كل ما نحط لحمة نرش عليها شوية ملح صغيرين قوي، وشوية فلفل أسمر. طبعا لو انت عندك شوية يعني بلحة جوز الطيب، تقدري تبشريها كده بالمبشرة او تطحنيها وتحطيها عليها، بتديها ريحة حلوة قوي. بس اهم حاجة لما تحطيش حاجة بهارات تاني غير الفلفل الاسمر، لو في بس جوز الطيب مش غير كده لا، لان الاكلة دي مش محتاجة ان انت تحطي لها بهارات. طبعا لحمة حتة حلوة كده موزة. والاكلة دي الناس اللي يعني اللي هي الناس اللي هم يعني ايه فاهمينها هيقدروها يعني. وفي نفس الوقت يعني جميلة جدا لو في حد رياضي او حد بيعمل رجيم، جميلة بالنسبة له، ما فيهاش اي يعني لا هي دسمة ولا هي. تقدري تقللي الزبدة، ممكن تستغني عن الزبدة دي كمان، مش ممكن، مش شرط ان انت تحطي الزبدة، بس احنا بنحطها عشان بس ايه تدي بس طعم بس كده ايه للطماطم والبصل من على الوش والأرضية بتاعة الفخارة، بس كده. وما تحطيش مية خالص، المية اللي طلعت الصوص اللي طالعة من البصل والطماطم هو اللي هترجعيه تاني كده في الفخارة. واوعي تحطي مية عشان المية هتزيد وهتبهدلك الدنيا. كنا زمان بقى بنجيب اللحمة
وبناخد الورقة بتاعتها، كنا بنشطفها وكنا بنكبسوها كده زي ما انتوا شايفين. اما عرفنا بقى ان هي غلط وبتجيب امراض، لا احنا بطلنا بقى من زمان قوي، بقينا نحط بقى ورق الزبدة زي ما انت شايفة كده بقى، ورق الزبدة. واهم حاجة تكبسي جامد وتضغطي قوي قوي كده عليها بورق الزبدة. تقدري تعملي ده في صينية، وتقدري تعملي ده في ورقة يعني زبدة، وتحطي ورق فويل عليها. دي اسمها ورقة لحمة، بس احنا عاملينها في الفخارة، والناس اللي كانت بتعملها زمان كانوا بيقولوا عليها بورمة، بورمة خضار، أكلة بورمة. طبعا أنا هنا بقى التسبيكة دي كانت للبامية زي ما انتوا شايفين بقى. نزلت عليها بقى كده بإيه، بمعلقة توم مفروم عشان تديها ريحة وطعم. وما كنتش حاطة ملح عشان اللحمة تستوي. حطيت عليها بقى شوية الملح وشوية الفلفل الأسمر. ولما تنزلي بالبامية ما تقلبهاش، يا دوبك بس كده تحركيها عشان تنزل في الصلصة وسيبيها. ولو لقيتيها محتاجة شوية شوربة اديها، بس كده ما تزوديش. وغطيها وسيبيها على نار هادية تستوي. كان نفسي احطها في الفخارة وادخلها الفرن، لكن للأسف كنت حاطة التانية وما عرفتش بصراحة، والوقت جري والناس جت، فقلت خلاص مش مشكلة، هي كده بقت جميلة قوي. تعالي بقى هنا نعملوا الملوخية مع بعض. حلة وفيها شوربة، ونزلت فيها معلقة توم وحبة كزبرة ناشفين ومرقة ماجي وعلى حسب رغبتك. وجبت وطفيت عليها ورحت نازلة بالملوخية المتخرطة دي بقى. رميساء خرطتها لي بره كده وهي قاعدة. عايزة اقول لكم الجو حر قوي في المطبخ، البوتاجاز شغال والفرن وزي ما بقول لكم الشباك مقفول عشان قدامي جيران. فالصراحة كل واحد يعمل حاجة ويطلع يجري على بره في الهوا. هنا بقى جبت طاسة صغيرة عشان احمر التوم للملوخية. حطيت فيها حتة زبدة، نزلت عليها معلقة توم. وبعد ما كده ايه اديها كده تقلبتين وعلى النار، التوم هيبتدي بقى ياخد لون كده ويتغير. راح نازله عليها بالكزبرة. ما نزلش بالكزبرة قبل ما التوم يتحمر عشان ما يتحرقش ويمرر معايا. التوم يتحمر كده يبتدي يدخل في التحميرة، تروحي نازله عليها بالكزبرة. وتروحي طشه بعد ما تسمي اللي بلاش الشهقة دي. اهم حاجة سمي الله وربنا هيبارك لك. ربنا يبارك لنا ولكم في كل ما وهبنا اياه. الاكل جميل زي العسل والله، هيعجبكم قوي. جربوه بنفس الطريقه هيعجبكم وهتدعولي. انا بقى كده خلاص غرفت كده الاكل اهو زي ما انتم شايفين. الملوخيه قوامها جميل جدا، والباميه نقلتها من الحله حطيتها كده في طاجن كده بايركس. وزي ما انتم شايفين كده الملوخيه اهي وجمالها. لا ده طاجن بورسلين، انا سهى عليا تصدقوا يا جماعه. انا كنت بحسبه بايركس، ده طلع بورسلين. معلش انا بقول لكم والله لحد دلوقتي ما نمت، ما رضيتش انام الا لما منتج الفيديو وانزله لكم. وادي الطاجن شايفين بقى طعمه تحفه تحفه تحفه. اللحمه مستويه زبده، والخضار من كل حاجه كده ايه، ما فيهوش اضافات، كله في بعضه. يعني اللحمه منزله طعمها والخضار بينزل الطعم بتاعه. انتوا متخيلين؟ جربوها هتعجبكم. او بصي زبده زبده كده. يلا لو الفيديو عجبك يا ريت تشيريه، ما تنسيش تدعميني بلايك وكومنت حلو. واشوفكم في وصفة جديدة على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.